هذا هو الدكتور حسن أوريد، مفكر وكاتب مغربي معروف. تزاد في 1962 في قصر تزموريت نواحي الرشيدية. قرا في المدرسة المولوية في الرباط مع الملك محمد السادس فاش كان ولي عهد، وخدا الإجازة في القانون ودبلوم ديال الدراسات المعمقة من كلية الحقوق والعلوم السياسية الرباط، وخدا دكتوراه في العلوم السياسية في 1999، وكانت الأطروحة ديالو على الخطاب الاحتجاجي للحركات الإسلامية والأمازيغية في المغرب. السي حسن أوريد تعين في بزاف د المناصب الرسمية، منها الناطق الرسمي باسم القصر الملكي في يوليو 1999، وهو المنصب اللي بقى فيه حتى ليونيو 2005. وفي نفس العام تعين والي على جهة مكناس تافيلالت، وفي 2009 تعين مؤرخ المملكة، وهو المنصب اللي ما كملش فيه عامين. أوريد هو واحد من أهم مثقفين في المغرب، كتب بزاف ديال المؤلفات الأدبية والفكرية اللي كتجمع بين العمق الفكري والأسلوب الأدبي المتميز. ومن أهم هاد الأعمال الرواية ديال الموريسكي والرواية ديال ربيع قرطبة. زيد عليها كتاب العنوان ديالو إغراء الشعبوية في العالم العربي، اللي تيناقش فيه التحديات ديال الشعبوية والسلطوية في المنطقة العربية. الدكتور حسن أوريد معروف عليه الاهتمامات اللغوية والثقافية ديالو، حيث كيتكلم العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية بإتقان، وهو الشيء اللي تيبان من خلال التنوع ديال الإنتاج الأدبي والفكري نتاعو.